جيسوس يجمد سعود عبد الحميد لنهاية الموسم. مدرب الهلال يواجه تمرد اللاعب. رحيل ثنائي الهلال السعودي بقرار من جيسوس. سالم الدوسري يثير قلق جماهير الهلال برسالة غامضة. مفاجأة، موسى ماريجا ينتقل إلى هذا النادي السعودي. وإذا كنت من الهلال السعودي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أخبار الهلال فور نزولها. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيسوس يجمد سعود عبد الحميد لنهاية الموسم. مدرب الهلال يواجه تمرد اللاعب. يرغب سعود عبد الحميد ظهير أيمن الهلال في الاحتراف الأوروبي الصيف الجاري، رافضا مناقشة تجديد عقده مع الزعيم. وذكر الإعلامي عبد الرحمن الحميدي مقدم برنامج برا 18 عبر حسابه بمنصة أكس تفاصيل جديدة حول أزمة سعود عبد الحميد في نادي الهلال. وأشار الحميدي لأن سعود عبد الحميد لم يظهر حديثه في التمارين بمعسكر الهلال، بما استدعى المدير الفني البرتغالي لاستبعاده من المباراة الودية الأخيرة وتحديد مشاركته فيما سبقها من مباريات. وأضاف أن إدارة الهلال طلبت من سعود عبد الحميد الجلوس معه لمناقشة التجديد، إلا أن اللاعب قابل الرفض بالرفض مع إلحاحه لقبول العروض الخارجية. وفي سياقه طلبت إدارة الهلال سعود عبد الحميد الكشف عن العروض الخارجية التي تلقاها، لكن اللاعب لم يستجيب لها بينما لم تصل أي عروض رسمية للنادي. وأكد الحميدي أن مسؤولي الهلال رفضوا التعامل مع وكيل سعود بسبب عدم وجود اسمه ضمن لائحة الوكلاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتالي فهو وكيل غير معترف به ولا يحق له التعامل بشكل رسمي مع اللاعب والنادي. رحيل ثنائي الهلال السعودي بقرار من جيسوس. يستعد الأرجنتيني جورجي جيسوس المدير الفني لفريق كرة القدم بالهلال السعودي لحسم مصير العديد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب تراجع مستواهم الفني. ويخطط جيسوس لإبرام صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف لمواصلة تحقيق إنجازات جديدة في الموسم القادم بعد التتويج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي ولقب دوري روشن بدون هزيمة. وأكدت الصحف السعودية عن اقتراب ثنائي الهلال من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتابعت التقارير منح جيسوس موافقته على رحيل سيب الزيد وعبد الله الزيد لعدم الحاجة لجهود الثنائي خلال الموسم المقبل. على جانب آخر يحاول مسؤولي الزعيم الوصول إلى اتفاق مع البرازيلي فيتور روكي نجم خط هجوم نادي برشلونة بضمه فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولتدعيم صفوف الخط الأمامي الموسم الجديد. سالم الدوسري يثير قلق جماهير الهلال برسالة غامضة. أثار الدول السعودي سالم الدوسري نجم الفريق الأول لكرة القدم بالهلال قلق جماهير الزعيم، وذلك عقب ما نشره عبر إحدى حساباته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا. وتستعد كتيبة المدرب البرتغالي جيسوس لخوض بذلك مواجهة هامة وقوية في أولى مبارياته بالموسم الكروي أمام نظيره الأهلي يوم 13 من شهر أغسطس الجاري، وذلك في مدينة أبها. ومن المقرر أن تقام المواجهة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر السعودي، على أن تبدأ في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت المملكة وكذلك مصر. وأثار توريندي قلق جماهير الهلال، وذلك عقب ما نشرته عبر حسابه الشخصي للسوشيال ميديا سناب شات، حيث كتب: من مصايب العالم أن يعتقد قليل الأدب أن شخصيته قوية. وبجانب ذلك نشر أيضا دعاء لتمني الشفاء، الأمر الذي أثار قلق الجماهير الزرقاء، حيث لم يوضح لمن هذا الدعاء، الأمر الذي دفع البعض إلى توقع إصابته، في حين أن آخرون أكدوا أن أحدا من أسرته يخضع لجراحة حاليا. مفاجأة، موسى ماريجا ينتقل إلى هذا النادي السعودي. أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية الناشطة في دوري يلو للمحترفين تعاقده مع المالي موسى ماريجا قادما من نادي الشارقة الإماراتي خلال الميركاتو الصيف الجاري. وانطلقت فترة الانتقالات الصيفية داخل المملكة يوم 18 يوليو الماضي ويستمر حتى 2 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يكون ناريا بكل تأكيد. ويذكر أن الدرعية هي المحطة الثانية للاعب المالي موسى ماريجا في المملكة، حيث سبق وأن انضم اللاعب إلى الهلال موسم 2021. وتمكن اللاعب المالي خلال موسمين قضاهما مع الهلال من تحقيق 4 بطولات، وهي دوري روشن وكاس الملك وكاس السوبر السعودي، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا. وخاض ماريجا مع الهلال 75 مباراة، حيث تمكن من تسجيل 25 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وحسب الإحصائيات الواردة من موقع ترانسفير ماركت العالمي. مفاجأة القرن، هل يصدم رونالدو جماهير النصر بالانتقال إلى الهلال؟ يواصل نادي الهلال بحثه المستمر عن تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع اسم جديد، ولكن ماذا لو كان هذا الاسم هو كريستيانو؟ وكثف الزعيم محاولاته من أجل التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي لاعب برشلونة فترة الانتقالات،
إلا أن المهاجم البرازيلي يرفض فكرة الانتقال لدوري روشن في فترة الانتقالات رغم موافقة برشلونة، ويطلب من خورخي جيسوس التعاقد مع رأس حربة جديد خلال الانتقالات الحالية للعودة إلى طريقته المفضلة، حيث اعتمد جيسوس على مدار مسيرته على طريقة لعب 4-4-2 بوجود رأس حربة، وهو ما لا يستطيع تنفيذه بالشكل المثالي، وهو ما يجعله يضغط على إدارة الزعيم للتعاقد مع رأس حربة جديد ولتكوين الثنائية مع ألكسندر متروفيتش. ولكن هنا يأتي السؤال التخيل المثير: ماذا لو كان هذا المهاجم هو كريستيانو؟ أبرم النصر صفقة القرن بتعاقد مع رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية في صفقة انتقال حر في شتوية الموسم 22-23 قادما من مانشستر يونايتد، وبعقد لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2025. بالتالي فإن عقد النجم البرتغالي ينتهي مع العالم نهاية الموسم المقبل، وفي ظل التخبط الذي يعيشه العالم على مدار الموسم سواء في الصفقات أو المدربين، قد يضطر النجم البرتغالي لمغادرة العالم بحثا عن فرصة أكثر استقرار. وبالنظر إلى منافس العالم في دوري روشن، سنجد أن الهلال هو أكثر من يستطيع التكفل براتبه بجانب مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة 2025، مما يغريه بهذه الخطوة. بالتأكيد سيمثل النجم البرتغالي إضافة هدفية وهجومية ضخمة لكتيبة جيسوس، ويمتلك جيسوس بذلك ماكينتين تهديفيتين في خط هجومه بوجود متروفيتش ودون، وهو ما يعطي عمق هجومي وحلولا وفيرة قد لا تكون متوفرة لأي من أندية العالم وليس دوري روشن. ثنائية رونالدو ومتروفيتش تمتلك كل شيء للمهاجم سواء ضربات الرأس أو اللعب القدم، لكن ستبقى هنالك أزمتين في أفق الزعيم حال انضمام المهاجم البرتغالي. الأزمة الأولى هو تأثير متروفيتش حال وصول رونالدو، إذ يبحث البرتغالي دائما عن التهديف فقط. تفكير البرتغالي يتمحور دائما حول تسجيل الأهداف بشكل كبير وعدم تقاسمها، وهو ما جعله يدخل في أزمة مع عديدا من النجوم في مسيرته، خاصة رؤوس الحربة مثل هيغوايين. وهنا ما يجعله يدخل في أزمة مع عديدا من النجوم، وهنا يضطر متروفيتش للعب دور المساند من أجل مساندة ومساعدة رونالدو تهديفيا، بمعنى آخر التضحية من أجل المعدل التهديفي الضخم للنجم البرتغالي. فيجد كريستيانو رفقته في الهلال، وهو ما سيجعل تنافسية ضخمة بين الثنائي من نجوم كرة القدم تاريخية. وبالنظر إلى تاريخ كليهما خاصة نيمار، سنجد أنه يثير كثير من المشاكل بمجرد ظهورنا نجما معه، وهو ما قد يؤثر على استقرار الزعيم تحت قيادة جيسوس سواء داخل الملعب أو في غرف الملابس. بالتالي فإن قدوم رونالدو يمثل إضافة فنية كبيرة، لكنه يبقى سلاح ذو حدين. مهاجم أستون فيلا على طاولة الهلال. دخل الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي دائرة اهتمام نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشاهد يستمر الحديث بشأن مستقبل التعاقدات داخل قلعة نادي الهلال لكرة القدم في الفترة الحالية، ويستمر الحديث بشأن مستقبل التعاقدات داخل قلعة الهلال السعودي خلال الفترة الحالية من سوق الميركاتو الصيفي. كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بذلك عن رغبة الهلال في التوقيع مع جون دوران لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي وصاحب 20 عاما. الهلال وضع دوران بديلا لفيتور روكي نجم نادي برشلونة بعد أن رفض اللاعب ترك النادي خلال الصيف الجاري وإصراره على الاستمرار أوروبيا.